شو يعني بلوسكا؟ ونزعل لأننا زعلانين. بيو بيو. في قراراتي الشخصية في عندي فلسفة. أكثر 20 وظيفة انتشاراً. في بلوسكا بتلاقي محتوى متنوع، كيف تنجح وقصص وأشياء ما تتفوت. أهلا متابعين الجميلين، اليوم ولأول مرة بسوي لكم حلقة تعريفية، يعني بتكلم عن نفسي، وأنا ما أحب أتكلم عن نفسي بس طلبكم. بداية اسمي الحقيقي هو ريهام. طبعا أذكر مرة كنت منزلة مقطع مع سمية، فكانت التعليقات تقول أوه طالع بلوسكا اسمها ريهام، يعني مو مستوعبين أن بلوسكا اسمها ريهام. ما أدري يمكن الاسم ما يناسبني، أنا ما أعرف، بس لاحظت أن في عدد كبير منصدم من الاسم، أو يمكن منصدم أن عندي اسم أساسا. دائما بتحصلوني بين أبو ظبي ودبي، فلو تتابعوني في السناب وتشوفون يومياتي بتشوفون دائما انزل لكم عن اماكن في هالمنطقتين. بحط لكم السناب هني، تابعوني، ولو انتم متابعيني من هالحلقه اكتبوا لي في التعليقات هناك ان انتم من متابعين يوتيوب. تخصصي كان تخصص هندسه كيميائيه، كيميكال انجينيرنج، بعيد كل البعد عن الشيء اللي اسويه حاليا اللي هو السوشيال ميديا او الاعلام، بالاضافه لموضوع الماركتينج وغيره. وطبعا هالموضوع يرد لقله ادراكي او وعي يوم كان عمري 18. وبما اننا فتحنا هالموضوع فخلني اعطيكم نصيحه للناس اللي الحين بيختارون تخصصاتهم الجامعيه. نحن في مجتمع او في المجتمع العربي عندنا تقدير عالي للهندسه والطب، يعني لو كانت نسبتك عاليه فانت اما انك تطلع مهندس او تطلع طبيب على سن اهلك يفتخرون فيك. اوكي، دخلت الهندسه، تخرجت بامتياز مع مرتبه الشرف، وبعدين بعد التخرج كان فتره كورونا، فش اللي سويته انا شخصيا؟ رحت الشيء اللي احبه، لانه ما كان في وظايف فتره كورونا، الناس اللي بوظايفها تتفنش. فيوم بديت الشيء اللي احبه شفت ان الدرب وداني لصناعه المحتوى، وحاليا انا وايد مستمتعه بالشيء اللي قاعده اسويه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. واحس لو انفتحت لي فرصه اني اتوظف في مجالي اللي هو هندسه كيميائيه يمكن ارفض، او الاحتمال الاكبر اني ارفض. يمكن لو في مجال السوشيال ميديا اوافق، لان صرت احبه وصرت استمتع فيه. وغير عن هالشيء لو ما السوشيال ميديا ما كان عرفتكم ولا عرفتوني، واحس انها بروحها نعمه. ارد للنصيحه، فلو كنت شخص الحين بيختار تخصصه لازم تشوف انت شو تبى، شو الشيء اللي انت تستمتع فيه. ليش؟ لان التخصص اللي بتختاره او الوظيفه اللي بتختارها بتظل معاك طول عمرك. خلي اخبركم عن اكثر 20 وظيفه انتشارا حتى 2040 بناء على تقرير مؤسسه استشراف المستقبل في ابو ظبي. الوظيفه الاولى والمتربعه على العرش اللي هو مبرمجون روبوتات، يعني المبرمج. 2 تحليل البيانات، لان البيانات حرفيا نفط المستقبل. انتم مستوعبين ان كل الذكاء الاصطناعي اللي حاليا قاعدين نشهده وكل التطور السريع اساسا معتمد على بيانات، فلو في شخص يعرف يحلل البيانات ويبرمج وغيره أنت رقم 1. 3 خبراء الصحة الشخصية، غالباً لأن نمط الحياة صار شوي أكسل والأمراض قامت تكثر، يعني نومنا ملخبط نسهر، أكلنا ملخبط ناكل من المطاعم أو الفاست فود وغيره، حركتنا شوي مو دوم نروح الرياضة، واللي يروحون الجيم في البيت يكونون معروفين، تحية لأخوي. وبعدين نتوقع أن نفسيتنا بتكون طول الوقت حلوة ونزعل لأننا زعلانين. الوظيفة الرابعة اللي هم طواقم العمل للطائرات بدون طيار، حالياً يدرسون فكرة أنهم يوصلون الطلبيات بدون طيار، غير عن انه اساسا مستخدمه في مجالات البيو بيو. بحط لكم الحين الصوره كبتروها لباقي التخصصات اللي توصل ل 20 تخصص. باختصار اي شيء يخدم الذكاء الاصطناعي توجه المستقبل، فلو انت محتار وما عندك ميول وما تعرف انت شو تحب روح لها التخصصات. نرد لفقره التعريف بالنفس. احب موضوع الرسم واحب اصنع محتوى، واحاول او اجاهد نفسي اني اقرا الكتب. مو بوايد محبه للقراءه ولكن اغصب نفسي لان انا اعرف كميه الفائده اللي ممكن احصلها من الكتب. في قراراتي الشخصيه في عندي فلسفه دائما اقولها وبقولها لكم الحين. اذا واجهتوا اي قرار في حياتكم وكنتم محتارين ما بين انكم تسوونه او ما تسوونه او تخافون انكم تندمون بعدين في المستقبل، ففي هالحاله اسالوا نفسكم سؤال: هل هو حرام؟ يعني هل بيدخلكم النار في النهايه؟ اذا كانت الاجابه لا فسووه وانتم غمضين. ليش؟ لأن لو سويتوه احتمال كبير أن الأمور تصير نفس ما أنتم تبونها، وبهالحالة بتكونون حققتوا الشيء اللي تبونه، ويمكن تفشلون، بس بهالحالة أنتم حرفياً كسبتوا تجربة، كسبتوا قصة تقولونها لأحفادكم في المستقبل، كسبتوا حياة، لأن الحياة أصلاً عبارة عن تجارب. بينما لو ترددتوا وقلتوا لا أحسن أن أظل في السيف زون وما أجرب وما أغامر، فأنتم طول عمركم بتظلون نفس ما أنتم، والمصيبة أنكم لو ظليتوا نفس ما أنتم العالم كله يتغير، فبتشوفون أنكم قاعدين تتراجعون. فاهمين الفكرة؟ أنه ما في شيء ثابت، كل شيء يتغير. فلو انتم ما تغيرتوا في الاتجاه اللي انتم تبونه فانتم بتتغيرون في الاتجاه اللي انتم ما تبونه غصبا عنكم بدون رضاكم، واصلا ما بتحسون، فجأة بتشوفون ان كل شيء تغير. فاحس ان هذه فلسفة حلوة، واحس انها وايد تختصر لي في حياتي في القرارات اللي اتردد فيها. اذكر جملة قلتها باول مقطع في يوتيوب، حرفيا اول جملة اقولها عند الكاميرا. هالجملة كانت تغلب على الخوف بالمواجهة، يعني اي شيء تخافونه الافضل لكم تواجهونه، لان لازم خلاص يعني
تتغلبون على الخوف. يعني ليه متى يعني احس ان الخوف يحرمكم من الحياه اصلا. فيب هذه فلسفه كتكوته دائما اتبعها بحياتي. شو بعد تبون تعرفون؟ كم عمري؟ 20/4 كان يوم ميلادي، يعني قبل كم يوم. عمري 27. طول عمري كنت احس ان هالرقم مميز. انا وايد احب رقم 7 لان رقم 7 احس انه رقم وايد عجيب. انا اساسا مواليد 97، يعني 97 ونسبتي في الثانويه بعد 97 فاصلة شيء. فاحس انه اوكي هالرقم مرتبط فيني، انه 7 دائما 7 في حياتي. وبهالسنه انا عمري 27 فاحس انه انا حابه هالعمر. غير عن هالشيء يقولون اصلا ان رقم 7 رقم مميز. ليش؟ لان في الكتب السماويه مكتوب انه 7 سماوات و7 اراضي وعجائب الدنيا 7 والوان الطيف 7، السلم الموسيقي 7 نغمات، الطفل في بطن امه يكتمل في الشهر السابع، ومذكور وايد في الديانات المختلفه والحضارات المختلفه. نروح لاخر واهم سؤال، شو يعني فلوسكا؟ فلوسكا هو اسم انا اخترعته، حرفيا انا اخترعته. ليش؟ لاني كنت ابغى اي حد يكتب فلوسكا في اي منصه ما يطلع له غيري انا. يعني مثلا لو رحت وكتبت ريهام، في ريهامات غيري وايد في الدنيا، بس لو كتبت فلوسكا ما في غير فلوسكا تكمل وحده. زين كيف اخترعتي هالاسم؟ في البدايه بدايه القناه كنت ابغاها تصير فلوجات فقط، اوكي؟ فكنت اقول فلوج اسكيب، كلمتين فلوج اسكيب، بما معنى ان مهرب الفلوجات او متنفس الفلوجات او المكان اللي وايد اخذ راحتي فيه، خلاص هذه فلوجاتي، عرفتوا؟ وكان الهدف انه اوثق عمر العشرينات. يعني انا بعد كم سنه يوم اكبر في العمر ارد اشوف انا كيف عشت عشريناتي. فبعدين حسيت ان الاسم طويل ومو بحلو، فقررت اني اخذ كم حرف من اول كلمه من فلوج فاخذت فلو، وكم حرف من كلمه سكيب فاخذت SCA فصارت فلوسكا. رحت على طول بحثت عنها، اكتشفت انه ما في اي شخص لا اجنبي ولا عربي مسميها الاسم، فقلت خلاص هذا هو. هل بندم على الاسم؟ صراحه ما اعرف، بس احس انه حلو في الوقت الحالي، احس انه حلو واحس انه جميل، يعني ما اعطي لمحه غموض بالغلط. اظننا وصلنا لنهايه المقطع اليوم. لو تابعت المقطع للحين اكتبوا لي وصلت في التعليقات، ولو حابين تبدعون اكثر اكتبوا لي افكار لحلقات قادمه على السنه اطبقها وياكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. بيس.